الأخبار عاملين إيه؟ النهاردة بقى الحلقة الخامسة من السلسلة، ولازم طبعا لكل جديد بيتفرج علينا لازم تتفرج على الحلقات اللي فاتت من السلسلة، لأن هي طبعا عشان تكون الصورة كاملة عن اللي احنا بنقوله. بس طبعا نكمل الحلقة عادي، ولكن ما تنساش تتفرج على اللي فات. عمرك حسيت إنك ماشي في حياتك بس مش بإيدك؟ عمرك صحيت من النوم وحسيت إنك مجهد، ومش علشان اشتغلت كتير، علشان عشت يوم كامل على مزاج الناس مش مزاجك انت؟ الغريب بقى انك مهما حاولت ترضي الكل عمرك ما هتكسب، بس اول ما تبطل ساعتها الدنيا بتبدأ تتحط في مكانها الصح، وانت كمان بتبدأ تتحط في المكان الصح. فتعالوا نتكلم شوية، وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. في لحظة بتحصل لناس كتير، تبقى قاعد وسط الناس وبتضحك وموافق على كل حاجة، بس جواك في صوت صغير بيقولك أنا مش مرتاح. زي سامي بالظبط. سامي ده كان أطيب واحد في الشلة، اللي يقوله عليه يعمله، واللي يروح هنا ويخلص ده ويساعد ده، ومع الوقت بقى يشوف نفسه خدمة توصيل مش بني آدم. وفي يوم رجع البيت وقال جملة غريبة جدا: أنا مش عارف أنا مين. فلازم تبقى عارف إن اللي بيدور على رضا الناس بيبعد عن رضا نفسه. وعلم النفس بيقول إن رضا الناس بيجي من 3 حاجات. أول حاجة الخوف من الرفض، وتاني حاجة حب الظهور بصورة. يعني هقولك يعني إيه؟ يعني أنت مثلا بتحب تشوف ساعتها نفسك إن أنت تبقى الشخص المثالي زيها كده بالظبط. وتالت حاجة انك اتعودت من وانت صغير تكسب حب عن طريق انك ترضى، والحقيقة انك بتدفع تمن غالي قوي، بتدفعه من وقتك وطاقتك ومستقبلك. فكل ما تكون صادق مع نفسك الناس الصح ساعتها بتقرب. تعال احكي لك عن هند شوية. هند كانت اشهر واحدة في الشغل بانها ما تعرفش تقول لا نهائي. شيلي ده حاضر، اعملي ده ولا يهمك، تحضري الاجتماع من عينيا الاتنين. وفي يوم مديرها ناداها فقالت لنفسها اكيد هيشكرني. والمفاجأة هنا انه قال لها انت شاطرة بس مش ريلابل، مش بفهمك من اولوياتك. اللي كانت بتعمله عشان ترضى اتحسب عليها انها مش واضحة ومش ثابتة. فالفكرة هنا ان اللي بترضيه ممكن يبوظ صورتك، فلما تبقى واضح قيمتك بتبان من غير ما تتكلم. والناس فاكرة ان اول ما تقول لا العالم هيقلب عليهم، بس الحقيقة غير كده خالص. انك لو اول ما تبطل ترضي اي حاجة وخلاص 3 حاجات ساعتها بتحصل. اول حاجة طاقتك بترجع، وتاني حاجة وقتك بيترتب، وتالت حاجة اللي هي اهمهم الناس اللي مش بتقدر بتقع لوحدها. ولازم تبقى عارف انك مش بتخسر حد، انت بس بتشيل الزيادة اللي مش محتاجها. فلما بتخفف الحمل الطريق ساعتها بيبان. والسر بقى انك مش تبطل ترضي الناس، لا خالص. السر انك تختار مين ترضيه، ترضي ضميرك وشغلك ونفسك وهدفك ومستقبلك. بس مش لازم ترضي توقعات الناس ومزاج الناس وطلبات ملهاش اخر. الناس هتزعل، في منهم، بس اللي هيزعل مش انك بتحافظ على نفسك، ده اصلا ما كانش ليه لازمة من الاول، ولا كان ليه لازمة انه يكمل معاك. فاللي بيحبك بجد مش محتاج تبذل روحك ومجهود علشانه. في دراسة اتعملت على الناس اللي عندهم people pleasing، اللي هو إرضاء الناس يعني، لقى إنهم عندهم أكتر ناس بتحس بالضغط، وأقل ناس بتحقق أهداف شخصية. طب ليه بقى؟ لأن طاقتها دايما طالعة لبره مش لجواها خالص. وده معناه إنك لازم تبطل ترضي، ومش إنك بتحمي نفسك ساعتها، أنت بس بتبدأ مستقبلك فعلا. فلما تفهم نفسك العالم بيبدأ يفهمك. وفي النهاية لازم تبقى عارف إن إحنا في زمن كله ضوضاء، وإن الناس اللي بتعرف تقول كفاية وإن أنا ليا لوحدي هي الناس اللي بتوصل. وإن لو هتبدأ تتغير ابدأ بجملة واحدة بس: أنا مش محتاج أرضي كل الناس علشان أرضي نفسي، وبس كده. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة الخامسة من السلسلة. ولو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستنى الحلقة الجاية لأنها هتفتح لك باب جديد وفكر في دماغك. سلام.